اهلا يا اخواتي، ده فيديو تاني عن عالم المهرجانات. النهاردة هنتكلم عن الكوردات وليه الكوردات مهمة جدا في الاغنية او في المهرجان اللي احنا بنشتغل بيه. الكوردات دي هي اللي بتمسك اللحن بتاعك. طيب انا دلوقتي عايز اعمل كورد يكون لامع وجذاب في نفس الوقت للمستمع. ركز معايا كده في الفيديو. اول حاجة لازم تبقى فاهم ان الجيتار او البيانو دول اللي بيبقوا اكتر حاجة بتعمل بيهم الكوردات بتاعت المهرجان. يلا بينا نشوف، يلا بينا. مثلا ده مثلا هنعمل بيه الكورد. ازاي نعمل الكورد؟ الكورد عندي بيتكون من 3 نوتات فوق بعض او 3 سلالم فوق بعض. ده كده كورد. تعالى كده نفتح البيانو رول. انا بلعب ماجير. دي الطبقة اللي تحت ممكن اللي هي A4 ممكن اخليها A5. حس يعني عود نفسك كده، الكورد مش كله اسطمبة واحدة. يعني انا ممكن اعلى اوكتاف او انزل اوكتاف حسب طبقة صوت المطرب او المؤدي المهرجانات. طيب انا مثلا لو جيت عملت من الطبقة دي اهو مثلا، ده كده الكورد الاساسي من غير لعب اي حاجة اهو. ده كده كورد مثلا. انا عشان احسن صوت الكورد بتاعي هبدأ ان انا اجيب دي كده على A3 ودي كده على A3 برضو. تمام. هبدأ برضو ان انا اصغر دي كده، احاول العب فيها اخليها مثلا بحيث تبقى الخبطة، بما ان الكورد سريع فنحاول نسرعه اكتر، يعني دي بتدي احساس بالسرعة اكتر كده مثلا. بالصورة ديت. وهنبدأ نرجع تاني كده عشان وهنعمل ده كده مثلا. ممكن كده اهو. مثلا لو جينا حطيناه كده مع لباية مثلا، طبلة اهي. طيب انا مش عايزه كده لان حاسس ان هو غامق اوي ومكتوم، فهطلع بيه اوكتاف. يعني هعمل كده اهو، بدل ما هو هيبقى A4 هيبقى A5. وهنخلي دي برضو كده اهي اهي. طيب عملت مثلا الكورد ده. طيب عايز اطلع البيز بتاع الكورد ده. بص يا اخويا، البيز بتاع الكورد ده انا هشوف اخر طبقة في الكورد وابدأ ان انا ارتكز عليها. هي دي البيز بتاعي. هخليه واحدة طالع، يعني لو انا عايز اعمل البيز كده مثلا، ده مثلا البيز اهو. هنا هو راكز على دي اهو. هيبقى كده مثلا.
وعلى نفس الطبقة بس انزل بيها اوكتاف. هحاول ان انا اقطع دي كده. جميل قوي كده مثلا اهو. اهو واحاول ان انا اعمل الحركة دي كده. طبعا صوت الكورد انت بتغيره زي ما انت عايز تنزل بقى هنا كده مثلا، وعايز تنزل ده كده. طبعا بتغير الصوت اللي انت عايزه. بس انا رأيي ان احنا هنطلع بيه اوكتاف عشان لو جينا نزلنا بالكورد تاني ما يبقاش الصوت غليظ جدا. طبعا بقعد اسمع، يعني ممكن كمان لو الصوت مش عاجبني بشوف اي آلة تانية او اي بلوجن تاني. مثلا لو خدنا ده مشهور جدا ناس كتير بتستخدمه، وطي كده منه سيكا. اهو ممكن نكبر كده مثلا. طب عايز اطلع بيه اوكتاف مفيش اي مشكلة، او ممكن العب بيه من الطبقة اللي فوق، يعني من اعلى طبقة في الكورد. دي اعلى طبقة اهي في الكورد اهو. فالفيديو ده انا بعلمك ازاي تعمل البيز جيتار وازاي تطلع الكوردات. يعني انت مثلا دلوقتي الكوردات نظامها مثلا بيبقى مرسوم كده. طبعا النزول اهو من اول السي. طبعا المزيكا كلها بتبقى من السي للسي، من الدو للدو، يعني دو ري مي فا صول سي دو. المزيكا كلها كده. بس الفكرة ان انت بتطلع اوكتاف وبتنزل اوكتاف حسب صوت المطرب، او حسب انت عايز تطلع اوكتاف في حتت وتنزل اوكتاف في حتت. ده اسلوب يعني محدش هيقولك عليه ان انت ازاي تطلع البيز من الكوردات. يا بتستخدم اعلى طبقة وبتضرب زيها تحت اقل اوكتاف يبقى بيردوا على بعض، يا اما الطبقة اللي هي الاخيرة اللي في النص. يعني انا منصحكش بيها، يعني لو جينا عملناها كده وانت بتسمع برضو المهم يبقى الدنيا متناغمة معاك، فانت برضو بتجرب وبتبدأ. يعني اهو دي مثلا اعلى طبقة، عايزين نجيبها في الطبقة اللي في النص اهو. بس احنا بندور على التناغم، هو التناغم كده او كده. فحسب انت بتغني من انو طبقة في الاوتوتيون. يعني لو انا مثلا مغني من الطبقة اي يبقى هعمل البيز من الطبقة اي، لو انا مغني من الطبقة اي يبقى هعمل من الطبقة اي، لو انا مغني من الطبقة سي يبقى هعمل من الطبقة سي.
يا رب الموضوع يكون فاتكم. وطبعا اي حد محتاج اي حاجة يا ريت يسيبها لي في كومنت، واي حد محتاج كورس كامل في المهرجانات فطبعا ده انا بعمله بسعر بسيط جدا، وبديك طبعا البرامج والمكتبات والخامات وكل حاجة انت بتشتغل بيها او كل حاجة انا بشتغل بيها بخليها تبقى عندك عشان تقدر ان انت اي شرح انا بقوله لك تبدأ ان انت تطبقه وتنفذه. طبعا الكورس بيختلف لان بيبقى فيه تفاصيل كتيرة وبيبقى على عدد من الحصص، ومش شرط ان انت تدفع الكورس مرة واحدة، ممكن تدفعه على عدة مرات حسب كل فيديو ببعتهولك. انت بتدفع عادي جدا لحد ما بتخلص سعر الكورس بتاعك، وبتبدأ ان انت في الرحلة دي كل حاجة انا بديها لك انت بتجربها وبتنفذها، فبتلاقي نفسك في الرحلة دي انت قدرت تطلع بروجكت باسلوبك وستايلك، لان انت بتبقى عارف كل حاجة. الكورس بيبقى عبارة عن 8 حصص متجزئين، يعني ممكن كل اسبوع حصتين 3 حسب استيعابك انت. وطبعا ببدأ معاك من البداية خالص، يعني بشرح لك ازاي تستخدم FL Studio وازاي تستخدم الاسيد، لان دول معظم البرنامجين دول هما اللي بيبقوا شغالين اكتر في عالم المهرجانات. فيا رب الموضوع يبقى عاجبكم، ويا رب لو انتوا عايزين فيديوهات من دي كتير سيبولي في كومنت برضو عن اي حاجة انتوا عايزينها، وان شاء الله هعملها لكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.